كتير من البنات في بداية مشوارها لتدريب القيادة أو في التعليم عموما تبقى عندها شوية مقتطفات، يعني معلومة هي عارفاها مثلا لما كانت راكبة مواصلات، معلومة ابن خالتها قايلها لها، معلومة هي جربتها بنفسها، تمام؟ بس بيكونش عندها المصطلح الشامل لتدريب القيادة، تمام؟ ما بيكونش عندها ده خالص. مثلا لما بتتكلم معايا في الاول بتقولي انا عارفه، انا بعرف اجيب مارش، انا بعرف امشي ستريت، انا بعرف اعمل باركينج، بعرف اخش تورنيت واعمل وادخل طرق ضيقه، تمام؟ كل ده انا بلاقيها هي بتقولهولي، تمام؟ اوكي، تعالى بقى عملي. العملي غير. الاقيها ما بتعملش كل اللي احنا بنقوله ده. هي عندها معلومه بس مش المعلومه كلها، يعني هي اوريدي بتقولي بعرف اركن، طب تمام يلا نركن، الاقيها دخلت بوشها وده معلومه عن الركنه، اوكي دي غلط، يلا نعمل المارش اللي هو ريفيرس، الاقيها رجعت مركب، عارف انت اللي هي بالعرض دي، اللي هو لا في حاجه غلط. هي فاهمه الوضع، هي فاهمه المعلومه بس في دماغها، لكن هي ما طبقتهاش عملي، ولو طبقتها عملي فهي مطبقاها اصلا غلط، تمام؟ هي مع نفسها، هي ما اتعلمتش مع حد متخصص. فبالتالي احنا ما بنكتفيش بالمعلومات اللي احنا دايما عارفينها، ممكن المعلومات اللي عارفينها احنا بتكون ناقصه مش كامله، فلازم ترجع للترينر بتاعك، او مبدئيا لو هتطلع على الطريق وعشان دي ارواح ناس لازم تاخدي كورس كامل مع حد متخصص عشان ما نبوظش الدنيا ونرجع بقى نعيط ونقول بقى يا ريت اللي جرى مكان والكلام ده. فبلاش عشوائيه بعد اذنكم، تدريب قياده يعني حد متخصص، اوكي؟ ما بنهزرش في عمر رحله، اتفقنا؟ انا هبه جابر وده سيشن درايفنج، يلا باي.